يقعد يحفظ كارمن. واحنا كنا حاجزين في الكليه عندي، كنت عامل لهم في الكليه عندي لوكيشن، كنا مأجرين الكليه لحسابي. ديفيد ما شاء الله يعني هو ظبطهم في ظبطهم الكليه، بصراحه. بيديهم تصريح من الجامعه فكمان اتزنقوا في عايزين مدرب يقعد قدام كارمن يحفظها ويخليها تغني حاجه، وبين في واحد هيخش في المشهد ده انا مش عارف هيعمل ايه الواحد ده. اتاري ان ده المفروض ان هو يبقى اخو كارمن خالد وهيخش يضربها وانا مش عارف. انت كنتش تعرف؟ ما كنتش اعرف ان المشهد كده. والنبي يا دكتور ديفيد كلمني ماجده ابو عميره، والنبي عايزينك معلش تشوف لنا مش عارف ايه. مره في الثانيه في الثالثه ما لقيناش حد، فقالوا لي طب ما تطلع انت. رحت طالع مثلت معاها في المشهد ان انا المدرب. قعدت على البيانو وكانت كلمتين، هقول كلمتين يلا حافظه مش عارف ايه، كان اسمك ايه في صفاء. يلا صفاء، حافظه صفاء مش عارف موشح ايه. قالت لي ايوه يا استاذ. قلت لها طب يلا يا حبيبتي ابتدي. وبدات اعزف وكان في جماهير المفروض قاعدين، كانوا دبلور كتير قوي. وبدات تغني والمشهد بقى كمان ان هو مين اللي دخل؟ مين؟ اللي هو اخوها بقى، اللي هو اخوها عشان يقول لها يعني ان الغنى ليه في الارياف حرام وعشان يضربها. فانا مش عارف بقيه المشهد ومش مذاكر، انا مش بمثل. لقيت واحد داخل وبتاع وبيشتم ولسه المفروض بيمثل انه بيضربها. رحت قايم بالايه؟ بالكرسي اللي عملت ايه؟ ارتجالا. بجد؟ قايم بالكرسي ورحت هوشته. يا نهار ابيض. وعجبت ماجده معميره جدا وانا كنت على سجيتي تمام. لقيت واحد بيتهجم على كارمن فما لقيتش الا الكرسي وانا انت كنت بتتعامل معاه على اساس كارمن مش صفاء؟ على اساس كارمن مش صفاء. فما لبستش الدور وانا فاكر ان انا بوظت لهم المشهد. اتاري هم ما اعرفش بقى هم عملوا ايه بقى، نتجوا الدنيا وظبطوا الاداء. من ضمن المواقف الطريفه اللي حصلت يعني في التمثيل مع كارمن. لا حلو قوي. طيب بالنسبه بقى ايه، فكرتوني بقى دلوقتي وانتوا بتتكلموا عن المدرب بقى، عن دور المدرب بقى ودور التدريب في بالنسبه لك في الغنى. بتتدربي ازاي؟ بتعملي ايه؟ يعني هو انا ساعات بلجأ لموضوع الفوكاليز. هو مفيد بصراحه والمداومه عليه بتبقى عظيمه بصراحه. وفي حاجه في ناحيه تانية ان انا ادور على اغاني فيها مساحات وامكانيات علشان برضو ان هي تدرب صوتي يعني. الاغاني متهيألي طريقه التدريب دي هي بتاعه الاغاني اللي فيها مساحات ما بتبقاش ممله زي الفوكاليز. هو الفوكاليز اكيد طبعا مفيد، بس تحسي ان الفوكاليز مفيد ومحتاج مدرب يعني. يعني هو ما يبقاش لطيف لو انا لوحدي. صحيح، هتزهقي حتى لو انت عارفه التمرينات كلها برضه هتزهقي. لازم حد مدرب يقول لك قولي كذا